السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال، اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا بقى الفيديو بتاعنا النهاردة، ما اقولكمش كله طاقة وحيوية ونشاط. ان شاء الله ان شاء الله كده تتشجعي وتقومي تخلصي كل اللي وراكي. بس ما تنسونيش بدعوة حلوة من قلبكم ولايك واشتراك كده عشان القناة تكبر بيكم ان شاء الله. بصوا بقى الفيديو بتاعنا النهاردة، يعني بصوا غسيل مواعين وترويق، وعملت حاجة حلوة والحمد لله. يعني بصوا، يعني هو مفيش وقت اصلا للكسل، يعني انت تشجعي كده اتفرجي على الفيديو ويتشجعي كده قومي خلصي اللي وراكي. سواء عندك زي ما قلت لك الفيديو اللي فات كده عند حماتك كده تشجعي واعملي الخير وارمي البحر زي ما قلت لك، ومش هترمي البحر والله هيتردلك تاني زي ما قلت لك. يعني بصي الخير ايا كان اللي بتعمليه والله اسمعي مني هيتردلك، سواء مع مامتك سواء مع حماتك، في يعني على قد ما تقدري تساعدي. اهم حاجة ما تهمليش برضو في بيتك، يعني خلصي كده الحل، يعني ايه الحاجات اللي عندك اللي عايزة تخلص برضو، وحاولي تعملي على قد ما تقدري كده بمساعدة مثلا ايه خفيفة كده. خليك يا ماما انا اعمل لك مثلا دوا، حتى لو هي مثلا بتتضايق منك صدقيني والله هتنبسط بعد كده مع الوقت، وربنا هيكبر بخاطرك. ومش شرط تتردلك في منها هي او من جوزك، هتلاقي سبحان الله بتتردلك من اي حاجة تانية. سبحان الله ربنا بيكبر الخاطر، زي ما انت في نيتك تكبري بخاطرها وتساعديها ربنا هيكبر بخاطرك، سواء في عيالك. الخير اللي بتعمليه والله انا لما بعمل حاجة بقول ان شاء الله تقعد لي في عيالي، لو عايشة هشوفهم، هشوفه بعينيا، ولو يعني ربنا استرد وديعته خلاص يبقى ايه، يعني هبقى سبته لهم. فاعملي الخير كده وارمي البحر وان شاء الله هيرجع لك تاني. يعني ما تقلقيش الموج كده كده هيجيبهولك. وبص بقى انا عملت النهارده حته كيكه يعني رهيبه ما شاء الله. هو ده كان الفيديو ده كان امبارح صراحه مش النهارده. عملت كده حطيت 3 بيضات وكوبايه سكر و3 بكاو فانيليا. وهنا كان ما عنديش لبن بصراحه، فحطيت ايه، كان عندي كوبايه زبادي فحطيت كوبايه زبادي وحبه اللبن اللي كانوا في الكنكه اللي انتوا شفتوهم والله. وعملتهم كده بحبه ميه الاتنين وحطيتهم عليه. في تركاية حلوة قوي 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 ولما بعملها بصراحة بتفرق في الكيك. عارفين النايت بتاع زمان دون بيطلع كده بالظبط. وبصراحة اختي ربنا يبارك لها ويديها الصحة والله هي اللي قالت لي عليها. بجيب اللي هو محسن الجل دون، هو اسمه بونو بلس. بس بصوا بيخلي بجد بجد الكيكة رهيبة، الله اكبر عليها. انتوا هتشوفوها بنفسكم مش هتصدقوا، هشة جدا جدا. ولو حطيتي هقولك بيضتين، يعني انا كنت المفروض احط كمان بيضتين عشان ما تنفش قوي للدرجه دي. بس ما شاء الله الله اكبر طلعت تحفه بجد. يعني هي من كتر ما نفشت كده انتوا هتشوفوها. بس الله اكبر حلوه جدا، يعني مش هتخليكي تستهلكي بيض كتير ولا بيكنج باودر. لو شلتي حتى حبه من البيكنج باودر او شلتي من الدقيق من البيض سوري هتلاقي نفسك برضو تمام. يعني الوصفه معاكي حلوه جدا. وعملت 3 كوبايات دقيق وباكو كيك شيف اللي كان عندك بيكنج باودر استخدمي عادي ورشة ملح. وكنت قلبت المواد الجافة حطيتهم على جنب والمواد السائلة مع بعضها. وزي ما انتوا شايفين كده نزلت بالمواد السائلة على المواد الجافة وبدأت اقلب كده ايه بالراحة. يعني انا بقلب بالراحة على فكرة، بس انا مسرعة الفيديو الله يبارك لكم عشان ما تجوش تقعدوا تقلبوا بسرعة 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 وتلاقوا نفسكم الكيكة ايه هبطت منكم او خرجت الهواء اللي فيها. فيعني بص انا مسرعه الفيديو ومع ذلك هتلاقي فيه حتت كده اللي هي بالراحه خالص فيه. بس عايزه اقولك بجد جربيها كده. هو بونو بلس ده انا تقريبا كنت جايباه ب10 جنيه من اي مكان اللي هو فيه مستلزمات الحلواني. هتلاقي فيه اللي هو الكيس ده كان ب10 جنيه بتستخدميه على كذا مره، فهو حلو جدا. انا بقى هنا انا بصراحه كنت عايزه اعمل قرص، فلقيت لا العيال قالوا لي لا احنا قلت لهم قرص ولا كيك، قالوا لي لا بلاش ما نفسنا مش رايحه للقرص قوي خليها كيك. قلت لهم خلاص اعمل لكم كيك وان شاء الله ايه لما تبقى تخلص ابقى اعمل لكم اللي هي القرص. والقرص برضو ان شاء الله ان شاء الله لو عرفت اصورها معاكم كده برضو هوريها لكم طريقتها حلوه جدا. بصوا حتى قوام الكيكه وهو نازل تحسوه زي الاسبونش بالظبط، زي الكيكه اللي هي اللي هي الاسبونش اللي بنعمل بيها التورت وكده. نفس القوام، يعني هي المعلقه بتاعه محسن الجل ده بيدي نفس القوام اللي هو بتاع الكيكه اللي هي الاسفنجيه اللي هي كيكه الاسبونج. بص بقى لما طلعت من الفرن يعني رهيبه الله اكبر. انا حتى اختبرتها بقى لا تقولي خلة سنان ولا بتاع، احنا السكينه ما اشتكتش، رحت جايباها وتمام جربت بيها لقيتها الله اكبر. بصوا هي حتى تلاقيها يعني
فيها شقوق كده ما شاء الله، الله اكبر، من كتر ما نفشت معايا. فكانت بصراحة رهيبة رهيبة رهيبة، اللهم بارك. بألف هنا وشفا لكل اللي كان منها. انا عايزة اقول لكم انا عملتها امبارح، اللهم بارك، خلصت يعني الحمد لله، فضل من عند ربنا. انا كنت مغطيها عشان تبرد، لقيت بصراحة العيال عايزين ياكلوا منها فما استحملتش يعني. بص مش قادرة اطلعها سخنة مولعة، بس لقيتهم نفسهم فيها فقلت خلاص طب هطلعها تبرد في الطبق كده وكلوا منها براحتكم. بصوا نفس فكرة النايت بتاع زمان، والكيكة اللي هي الاسفنجية، تحس ان هي مدية من ده شوية ومن ده شوية كده. بصوا الله اكبر عليها، بس هي مش مستحملة بصراحة ولسه سخنة، كانت عايزة تهدى شوية. وفعلا حرفيا لما هديت يعني عايزة اقول لكم الخرطة طالعة بخرطتها كده اللي هي ايه، يعني قطعة طالعة سليمة كده ما فيهاش اي حتت خالص مقطعة. الله اكبر الله اكبر، تحفة بجد. رغم ان انا اشوفه قلبتها اللي هو المضرب اليدوي وقلبتها بالسباتيولا، ومع ذلك الله اكبر ما يعني تقولي لي الهوا خرج منها، لا بالعكس اللهم بارك، طلع حلوة جدا. وكان بصراحة بقالي فترة كبيرة ما عملتش، وكنت عمالة محتارة اعمل من اللي هي الكيكة دي عادية يعني كيكة فانيليا، ولا اعمل كيكة برتقال ولا كيكة شوكولاتة. فالحمد لله يعني، هو طول ما انتي بصي هقولك على فكرة حلوة جدا اعمليها، هتلاقي الخير عندك في البيت اللهم بارك. انا قمت ما احترتش والله في حاجة، غير طلعت الحاجة وعملتها. ده سببه ايه؟ هقولك ان انا لما بنزل السوق لقيت نفسي مثلا معايا 20 جنيه، والله كنت جايبه كاكاو اللي هو الكاكاو الاسباني كمان اللي هو الغالي اللي هو ب 600 جنيه، كنت وريتها لكم الكيس. لقيت موجود معايا لو ساعة لما جبت النشا وجبت البيكنج باودر اللي هو كيك شيف والفانيليا والحاجات دي، كنت حتى موريها لكم في فيديو. ف يعني جبتهم اللي هو ايه، هتلاقي مثلا معاكي 20 جنيه وانت في السوق، هاتي مثلا كيسين بيكنج باودر، هاتي مش عارف ب20 جنيه كاكاو خام، هاتي مثلا فانيليا، بيضتين، هاتي اي، عارفه الحاجات دي طول ما انت في البيت. هاتي مثلا كيك بتاع ده كيس فانيليا برتقال، لو نفسك مثلا في مره تغيري وتعمل لهم اللي هي كيكه برتقال. هاتي مثلا سمسم عشان لو فكرتي مثلا في مره تعملي قرص. الحاجات دي انت هتقولي انا مش هحتاجها دلوقتي، بس والله فعلا اللي ما تحتاجلوش النهارده بكره يقولك الزمن هاته. فعلا انت ممكن ما تحتاجيش الحاجه انك انت عايزاها النهارده، بس بكره ممكن تلاقي نفسك واقفه على يعني الطبخه او الحاجه اللي انت هتعمليها او الحلو اللي انت هتعمليه، واقف على الحاجه دي. سبحان الله، واقف على كيس بيكنج باودر، واقف على كيس فانيليا. يعني ممكن تقف معاكي على حاجات تافهه جدا، يعني حاجات صغيره. فانت الحاجات دي لو انت جبتي حاجه في حاجه، احسن ما تلاقي نفسك انت عايزه تعملي كيكه، انت عايزه تجيبي البيض والفانيليا والبيكنج باودر، وعايزه تجيبي مش عارف الدقيق، وعايزه لا. وانت في السوق كده لقيتي نفسك ممكن في استطاعتك حتى لو معاكي 5 جنيه قلت له عايزه ب5 جنيه دقيق، عايزه كيس بيكنج باودر ب5 جنيه كده. يعني انا دلوقتي والله كنت في السوق وجيت وانا بجيب المكرونه وجبت حاجات، يعني لقيته بيقول لي مش عارفه كام، 67 جنيه. فقلت له ال3 جنيه اديني بيهم ماجي. يعني عارفين اللي هو ايه، ال3 جنيه انا لو ما يجيب الماجي هينفعني بعد كده. والله في اوقات فعلا ممكن ابقى حاجه مثلا محتاجه ان انا مثلا ايه ابهرها اكتر، يعني اديها كده سنه بهارات، سنه حاجه كده تدي طعم. فالماجي هو مكعب ماجي بجنيه، ممكن مثلا هيطعم لي الاكل اكتر، فتمام هو موجود عندي الحمد لله. فصدقيني الحركه دي هتخلي الخير في بيتك الحمد لله كتير، والحمد لله مليان. وانت كمان داخله دلوقتي على عيد كبير، مثلا نقص مثلا هاتي مثلا ب20 جنيه فلفل اسود، ب20 كمون. لو حاسه مثلا ان البهارات قربت تخلص عندك بص عليها كده وشوفيها. عايزه كزبره، عايزه مثلا ماجي، عايزه ملح، الحاجات دي اللي هي ايه، اساسيات في البيت. هي دي مش رفاهيات، دي اساسيات. انت ممكن تقف معاكي الطبخة على حاجات بسيطة جدا وتبقى احلى واحلى كمان. يعني هي كده هتطبخ وكده هتطبخ، طب ما انا اطبخها بطريقه يعني بحاجه احلى واحلى. يعني احنا ما بنكترش البهارات قوي، بس شعرايه مثلا فلفل اسود هتطعم لي الاكل اكتر. رشه ماجي صغيره، يعني انا ممكن ما احطش مكعب الماجي كله على فكره في الاكل، ممكن احط منه رشه. بس الحاجات دي بتطعم الاكل والطبخه، فتمام الحمد لله. بدل ما يروحوا يشتروا جاهز من بره، ما هو معلش انت مش هتظبطي الاكل في البيت، هيبقوا نفسهم في الجاهز. فانت ما تديش فرصة ليهم ان هم يبقوا نفسهم في الحاجة الجاهزة، لا انت تظبطي اكلك وحاجتك من غير تكلفة جامدة قوي. مش لازم مثلا اجي اعمل كيكة، لا انا عايزة مثلا بتاع 50 جنيه عشان انزل اجيب الدقيق والبيض والبيكنج باودر والفانيليا ومش عارف السكر والحاجات دي. لا انت حاولي تخلي عندك كده حاجتك في البيت،
مثلا عندك التموين الحمد لله، وربنا يا رب يملى بيوتنا كلنا بالخير. وعندك السكر. تمام. انا مثلا عندك قاعد فاضل كيس، خلاص هجيب كيس جنب منه برضو، اكيد ممكن احتاجه في اي وقت. نعمل حلويات للاولاد. ممكن مثلا تلاقي نفسك في وقت من الاوقات عايزة مثلا تعملي يعني كيكة او حاجة، ونفسك مثلا بتعمليها بالزيت والسمنة. هي بالزيت مش هتقول لا، بس لو كيس سمنة مثلا من الصغنن خالص ده مش هيقولك لا، برضو هيبقى زي الفل. هو تقريبا معرفش بقى ب10 ولا بكام. برضو لو جبت كيس منه مع الزيت هيطعملك مثلا الكيكاية اكتر. يعني عارفه انت هتلاقي نفسك، انا بقولك انا ما شاء الله اللهم بارك كنت محتاره، يعني انا عندي الحاجات الحمد لله كلها. فمحتاره اعملها بالفانيليا ولا بالبرتقال ولا بالكاكاو. فالحمد لله، يا رب يا رب يديمها نعمه ويحفظها من الزوال ويملى بيوتنا كلنا يا رب يا رب بالخير. الفكره كلها انا مش جايبه حاجات كتيره جدا، انتوا عارفين يعني. انا وريتكم الكيس بتاع اللي هو الكيك الكاكاو. صغنن خالص، ما هو الكيلو ب600، انا قايله له عايزه ب20 جنيه كيس صغير. بس انا عارفه ان دي خام، اللي هي تقيله قوي. الكاكاو الاسباني اصلا بيبقى تقيل جدا. كاكاو خام مش اللي هو بتاع الشرب. فانا عارفه ان ده هيعمل لك كيكه، هيبقى ما شاء الله مطلع لونها حلو جدا. ممكن وانا في السوق تاني جبت ب20 جنيه تاني، ده انا كمان ممكن اعملها كمان يعني كيكه بالشوكولاته. واعمل كمان عليها صوص مثلا بالشوكولاته، تبقى ملهاش حل. يعني الفكرة كلها في كده. انا ما جبتش الحاجة مرة واحدة، جبت فانيليا، جبت بيكنج باودر في مرة، جبت معرفش ايه في مرة. هتلاقي الدنيا الحمد لله مشيت معاكي. انت كمان داخلة دلوقتي زي ما قلتلك على عيد كبير، عايزة مثلا تجيبي البهارات، جيبي. ناقصك مثلا حبة قوطة للصلصة، هاتي. عشان دلوقتي بصوا، انا والله النهاردة اتفاجئت بالاسعار. القوطة المستوية ب20 جنيه، مستوية يا جماعة، مش اكل ولا اللي هي مثلا اللي هي مش سلطة. وفي نفس الوقت كمان مش هجيبها اللي هي لا، ده انا هرمي منها ب20 جنيه. فانت لو جه مثلا قدامك فرصة وعرفت تجيبي حاجة مثلا كده تخزنيها. حاجة مثلا تظبطي بيها مثلا الفريزر كده، اللي هو حبة بصل مثلا هتفرزيهم، حبة قوطة هتفرزيها كده، سعرها حلو شوية، تمام هاتي. لان العيد كمان كل ما هيقرب كل ما احنا عارفين ان الخضار هيغلى اكتر. لان ده كمان عيد كبير وعيد اكل، مش زي مثلا اللي هو العيد الصغير. احنا عارفين ان في دخلة رمضان وفي دخلة العيد الكبير والحاجات دي بتلاقي نفسك الاسعار بتضرب فوق، معرفش في ايه. يعني هل ده اسعارها الحقيقية، ولا هل ده استغلال من التجار، ولا ايه اللي بيحصل، احنا مش فاهمين. فانت عامة اعملي اللي عليكي وحاولي. لقيتي مثلا في سوق لقيتيه رخيص شوية، معلش تعبي وروحي. بدل ما هتجيبي الحاجة من جنب منك، لا، انت بدل ما تجيبي كيلو القوطة ب35-40، وهروح هناك هجيبها للسلطة وب20 أو 25، لا معلش تعبي شوية وروحي هاتيها. وهتلاقي نفسك طالما السوق حلو، انت ممكن تلاقي نفسك بتجيبي بطاطس، بتجيبي بصل، بتجيبي معرفش حاجات كده حلوة. تملي بيتك كده خير وبركة، ويا رب يملى بيوتنا كلنا بالخير والبركة يا رب كده. وراحة البال والستر والصحة، اللهم امين. فبص بقى، ايه رأيكم بقى في الروتين بقى؟ نشوف بقى الروتين بتاعنا النهاردة كده. ما شاء الله يعني خلصت كده، انجزت، عملت الكيكة وعملت المواعين والحمد لله. ورحت عاملة، طبعا انا كنت متبلة بصراحة، بعد ما خلصت المواعين تبلت كده برضو معي حبة السمك. يعني قلت ايه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وكنت جايبة سمكية واحدة بوري، طبعا بالغلو اللي بيحصل هي سمكية واحدة بوري، وجنب منها سمك بولتي. فالحمد لله فضل ونعمة. وكنت مجهزة برضو اللي هي البصلة، اللي هي مية الرز زي ما انتوا شايفين. اللون الحلو الجميل دون، انا هقول لكم عاملاه ازاي. جبت البصلاية حرقتها حرفيا، مش هقول لكم عملتها اللي هي حمرتها زيادة، لا حرقتها خالص. ورحت حط عليها المية. وبعد ما بعد ما غلي كده البصل شوية، صفيته وخدت ميته بس ما خدتش البصل. اللون بتاع الرز انتوا هتشوفوه هيبقى عامل ازاي. انتوا شفتوا المية عاملة ازاي كده لونها، هتشوفوا الرز نفسه دلوقتي، اللهم بارك. وبرده تركاية السمك دي حلوة قوي، ان انت تحطي السمك كده في الدقيق وبعد كده تنزلي بيه في المية. بس تبقي ماسكة، بص البطن بتاعه لفوق كده عشان المية ما تخشش جواه. وتنزلي بيه في الدقيق تاني، هيديكي كفر تحفة 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 للسمك، اللهم بارك. فجربي برضو الحركة دي هتعجبك جدا جدا في السمك. والحمد لله يعني، بص ربنا يا رب يديمها نعمة كده. انا بصراحة السمك انا عايزة اقول لكم هو المفروض حلو جدا اليومين دول عشان التركيز والاولاد والكلام ده. فالحمد لله على قد استطاعتك كده، تمام اعملي وظبطي لهم الدنيا.
بصوا بقى لون الرز عامل ازاي، اللهم بارك، تحفة. يعني يا رب يديمها نعمة ويحفظها من الزوال ويملى بيوتنا كلنا بالخير والستر والصحة وراحة البال، واشوفكم ان شاء الله يا رب في فيديو جديد على خير.